السلام عليكم، شلونكم شباب؟ تبون بخير؟ أعرف سحبت سحبة فوق الشهرين ولو ما حد مهتم. أكيد أغلبكم تعرفون شنو جاي يصير بفلسطين. أخيرا صار شي كلش مفرح بفلسطين. أخيرا بدأ تحرير فلسطين. أنا متأكد وقت قليل جدا على تحرير فلسطين. الله ينصرهم وينصر أهل غزة ويكون بعونهم إن شاء الله. طبعا الأخبار الغربية كلها أو نقدر نقول أغلبها جاي تدافع على إسرائيل. أنا وأنت نعرف شنو هي الحقيقة، وخلينا نتذكر الله لا يترك أي ظالم. هسه إذا إسرائيل احتل دولة عربية حد راح يعرف بالموضوع، والإعلام راح يخفي هذا الشيء. مهما سوت إسرائيل الإعلام الغربي في هذا الشيء بشكل كلش كبير. حتى احتمال هذا الفيديو اللي أنا مسويه احتمال ينحذف بعد نشره بأي وقت. الله أعلم. هذا الموضوع مو جديد. زمان الإعلام الغربي أو أغلبية المشاهير الأجانب يدعمون إسرائيل. مثلا دكتور جوردن بيترسون اللي كاتب Give them help اللي قصده على إسرائيل. حتى شخص مثله كلش كبير ومشهور طلع على حقيقته بعد اللي صار بفلسطين. فأرجوكم لا حد يتابع أي مشهور يدعم ورق الحمام اللي كنا نعرف شنو هو. إذا دعمناهم عن طريق متابعة أو لايك أو أي شيء أو حتى مشاهدة، احنا اللي راح نخسر بصفتنا شعب عربي. فالله يكون بعون أهل فلسطين. اللي يقدر يتبرع لهم اللي يتبرع بأقل شيء، واللي ما يقدر خلي ينشر هذا الفيديو لأصدقائه أو الرابط مال دعم فلسطين الموجود في وصف الفيديو. أبسط شيء تقدر تسويه إذا ما قدرت تدعم هو نشر رابط الدعم. أنا بصفتي عراقي ومواطن عربي أكيد واقف بصف فلسطين، والله يكون بعونهم إن شاء الله. أما بصفتك عربي لازم أقل شيء تسوي تنشر عن هذه القضية، كان بستوري أو فيديو على اليوتيوب أو أيا كان السوشيال ميديا، على مود نوعي الأجانب والعرب خصوصا. الله يكون بعون الفلسطينيين. وهذا كان فيديو اليوم، مع السلامة.